هاي، انا دكتوره ندى، ممارس عام، معيده في كليه الطب. يعني ممكن تاخدوا مني كلمتين وتعتبروهم ان شاء الله كلمتين صح، لان انا بفضل الله ما بقولش كلام من دماغي، بقوله على حسب الجايد لاينز او التوصيات العالميه. لان المفروض البني ادم يعني يعيش حياته ازاي طبيا حتى على الاقل. يعني الكلام اللي انا هقوله ان شاء الله الجاي ده ما تدوروش ورايا فيه. تمام. في حاجه كده منتشره في مصر اسمها التشيك اب، انا هروح اعمل على نفسي تشيك اب. انا ما عنديش حاجه، ما بشتكيش من حاجه، بس هروح اعمل تشيك اب. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هو صح بنسبه وغلط بنسبه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه المفروض الموضوع يبقى منظم. منظم يعني ايه؟ يعني المفروض عند كل سن بنعمل تحليل او فحص على حسب السن ده، ايه الامراض المعروفه انها تيجي فيه. تمام. فاحنا في الفيديو ده هنتكلم عن ايه هي التحاليل اللي المفروض حضرتك تعملها لما توصل سن كام، او حضرتك، وده هيفيدك في ايه او هيفيدك في ايه، وهيجنبك يجيلك امراض ايه بعد الشر عنك يعني، او هيخليك تكتشف المرض ده بدري. هي فكره التشيك اب في ايه؟ ان احنا نكتشف الحاجه بدري. في حاجات اثبتت ان احنا لو عملناها هنكتشفها بدري فعلا، ويعني نتفادى الخطر. انما حاجات تانية اتعملت ولا ما اتعملتش مش فارقه، وعمايلها مش هتفرق خالص. ومثال للمثل لا الحصر، حكايه ان انا اعمل تحاليل اورام، دي هجائز محدش يعملها الا لو هو لا قدر الله عنده فعلا سرطان، بتفرق. انما انت ما عندكش حاجه، ما بتشتكيش من حاجه ونعمل تحاليل اورام، لا. خلاص. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك بقى عندك 18 سنه، 18 مش اكتر من كده، 18 سنه يعني مثلا ثانويه عامه، دخلت اولى جامعه، قيس الضغط. دي اول حاجه تعملها. خلاص. نبقى عارفين ان حضرتك الضغط بتاعك الطبيعي كام، 110 100 120 ايا كان، بس نبقى عارفين الضغط الطبيعي بتاعك كام. طبعا لو كان اكتر من 120 يبقى في حاجه نشوف بقى الدكتور. يبقى اول حاجه سن ال 18 حضرتك هتقيس الضغط. خلاص. طيب كبرنا شويه الحمد لله، بقى عندنا 20 سنه. 20 سنه يبقى تروح تقيس الكوليسترول. المفروض ان انت تبدا عند سن 20 سنه، بس تختبر يعني تعيد الاختبار ده كل 5 سنين. يعني لو اول مره طلع سليم ما فيهوش حاجه، كويس، عيده بقى كل 5 سنين. الا لو في استثناءات. مثلا عندك تاريخ مرضي في الاسره، ان انت عندك كوليسترول وراثي مثلا، باباك مامتك ايا كان، او حضرتك زائدين في الوزن، او بتاكلوا اكل مش كويس، او اللايف ستايل بتاعكم ما فيهوش اي نشاط بدني، ما فيهوش اي حركه، ما فيهوش اي بتاع. يفضل ان الاختبار يكرر في يعني على فترات اقل من الخمس سنين. يبقى 18 سنه نقيس الضغط، 20 سنه نقيس الكوليسترول، والكوليسترول يتكرر كل 5 سنين. تمام. بعد كده عايزين نعرف على سن 25 سنه هنعمل ايه بالظبط. عند سن ال 25 سنه المفروض بنعمل تيست لفيروس اسمه HPV او الهيومن بابيلوما فيروس. الفيروس ده من الفيروسات اللي بتنتقل عن طريق الزواج او عن طريق العلاقه الجنسيه، وليه نوعين. يا اما هو الفيروس اللي بيعمل سرطان عنق الرحم اللي هو بيبقى في المنطقه التناسليه، وفي نوع تاني او يعني شكل تاني من الفيروس ده الاصابه بيه بيبقى عن طريق الجلد، وده بيبقى عن طريق الاحتكاك، مش لازم حاجات يعني ما بينتقلش عن طريق العلاقه الجنسيه، ولكن عن طريق الاحتكاك اللي هي صنط السمكه مثلا، ده بسبب الاتش بي في. بس احنا اللي يهمنا اللي هو ايه؟ بيعمل سرطان. الاتش بي في الفيروس ده بيعمل سرطان عنق الرحم. والحمد لله العلم تطور، والناس خدت جوائز نوبل بسبب ان هم اكتشفوا ان الفيروس ده بيعمل سرطان عنق الرحم، وقاموا عملوا للفيروس ده تطعيم. كويس. طيب انا بغض النظر انت حضرتك برضه او حضرتك واخده التطعيم ولا لا، المفروض بنعمل تيست لوجود او عدم وجود الفيروس ده كل قد ايه؟ كل 5 سنين. او لو حضرتك سيده بتعملي تيست اسمه باب سمير، وده كشف في عند دكتور النساء. هو دكتور النساء هيفهمك طريقته ازاي بالظبط. المفروض بتعمليه كل 3 سنين برضو. كل ده ليه؟ عشان نتفادى حدوث سرطان الرحم، لانه حاجه نقدر نعالجها بمضاد حيوي. يعني الفيروس ده لو موجود بيتعالج وخلص الموضوع. فعلاجه بسيط جدا، ولكن لو ترك او فضل مش متعالج عواقبه وخيمه لدرجه انه ممكن يحصل بسببه ايه؟ سرطان عنق الرحم. وهحط صوره هنا لعنق الرحم عشان الناس تفهم يعني. من سن 25 بقى لحد سن 65 للسيدات خصيصا يعني.
بايه؟ بنتابع الفيروس ده عن طريق ان احنا زي ما قلنا يا اما نعمل التست كل 5 سنين، يا اما نعمل فحص عنق الرحم كل 3 سنين. كل 3 سنين نروح لدكتور النساء او دكتوره النساء تعمل لنا فحص عنق الرحم عشان نطمن ان فعلا مفيش حاجه. احنا خلاص بقى كل 5 بنطمن على الكوليسترول، كل كام سنه كده بنقيس الضغط، مش مشكله. فحص عنق الرحم بنعمله. ايه الحاجات بقى ايه اللي احنا نطمن عليها عند سن ال 35؟ يعني احنا قلنا 25، بعد كده عند سن ال 35 نبدا نقيس السكر. طيب نقيس السكر تراكمي، نقيسه عشوائي، المهم ان احنا نتابع السكر بتاعنا، لانه برضو من الحاجات اللي بتيجي ساكته. يعني مش بالضروره اول ما السكر يجي هيجي بقى ان احنا نخش حمام كتير، وان احنا بناكل كتير، وان احنا بنتخن، مش بالضروره، ممكن يبقى بوادر. فالبوادر دي لو عرفناها بدري هنعرف نتحكم في الموضوع احسن، خصوصا ان مشاكل السكر على المدى البعيد كبيره. ممكن ياثر على العين، ممكن ياثر على الكبد، ممكن ياثر على الكليه. فاحنا ممكن نتفادى كل ده بان احنا اول ما نوصل سن ال 35 نبدا نقيس السكر، فرضا وجدلا واحنا اصلا زائدين في الوزن، او احنا اصلا اللايف ستايل بتاعنا مش حلو، او احنا اصلا عندنا اب او ام عندهم سكر اللي هو النوع التاني. يعني اي حاجه من الحاجات دي يبقى طبعا قبل سن ال 35 نقيس السكر، ويا حبذا مع تحليل الكوليسترول نزود تحليل سكر كده بس عشان نتاكد ان الدنيا تمام، و نشوف ونتابعه خلاص. لان زي ما قلت هو علاجه في الاول بسيط خالص خالص، يا اما نعدل في السلوكيات اللي هو ناكل اكل كويس، نلعب رياضه، او حتى ناخد حاجه بسيطه زي الجلوكوفاج ولا ميتفورمين، حاجات بسيطه كده بتعدل الدنيا، احسن من ان احنا ندخل في المشاكل بتاعته على المدى البعيد. بعد 10 سنين 15 سنه المشاكل بتاعته بتبدا تظهر وتبقى بقى مشاكل كبيره. السكر بنبدا نقيسه من سن 35 لحد ربنا ما يدينا ويديك طول العمر لحد سن 70 سنه. طيب كده فاضل 3 حاجات. اول حاجه اللي بالنسبه للسيدات هخصها للسيدات، وهي متابعه سرطان الثدي خلاص، او السكريننج او مسح سرطان الثدي. المفروض انت لو سيده عندك 45 سنه تبداي تعملي حاجه اسمها ماموجرام، اللي هو اشعه على الثدي، تمام؟ تعمليها كل قد ايه؟ كل سنه، من اول سن 45 لسن 55 تعمليها كل سنه، تمام؟ طبعا قبل سن 45 لازم تفحصي نفسك دوريا، يعني كل شهر بتفحصي نفسك عشان لو في اي كلكعه حسيتيها تروحي تكشفي على طول. طيب بعد ال 45 لا تعملي اشعه، لان احيانا بالفحص البدني ما بيبانش الكلكعه، لازم تبقى اشعه عشان الكلكعه تبان، تمام؟ وطبعا بالمنطق كده لو الكلكعه ما بانتش بالكشف الفحص البدني العادي وبانت بالاشعه، اذا هي كلكعه صغيره، ولو لا قدر الله هي فيها مشكله هينفع نلحقها وتتشال وخلص الموضوع برضو. طيب حكايه الفحص الماموجرام ده اللي يتعمل من سن 45 لسن 55 سنه كل سنه مره، اكتشفوا انه كان 12% من العينات اللي بتتاخد او من الاشعاعات اللي بتتعمل، 12 يعني لو 100 اشعه اتعملوا 12 واحده هيطلع عندهم حاجه مش طبيعيه، ومن ال 12 يعني من 100 دول في 5 يعني 5 سيدات هيطلع فعلا عندهم لا قدر الله حاجه خبيثه، تمام؟ فالحاجه الخبيثه لما بتتلحق في الاول بيبقى كويس قوي، وبيبقى المضاعفات نتيجه عن هذا الشيء الخبيث قليله. فبعد سن ال 45 المفروض حضرتك تعملي ماموجرام للاشعه على السطر على الثدي كل سنه مره، تمام؟ يبقى كل سنه مره. طيب لو سنك بقى فوق ال 55 خلاص ممكن نقل شويه ويبقى كل سنتين مره، تمام؟ طيب فرضا واسرتك مامتك اختك جدتك، المهم ان في تاريخ مرضي في الاسره ان الاسره دي بيجي لها سرطان الثدي، لا طبعا ساعتها الموضوع هيبقى مختلف تماما، تتابعي مع دكتور اورام. يبقى احنا كده خلصنا موضوع ايه الثدي. نيجي بقى للسرطان التاني اللي برضو لو اكتشف بدري بيبقى جميل جدا وخلصنا منه وخلاص، وهو سرطان القولون. طيب سرطان القولون سيدات ورجاله عند سن ال 45 حضرتك المطلوب منك تروح تعمل منظار قولون. انا عارفه انه منظار قولون وفي تدخل وهتتخدر وكل حاجه، بس معلش انت تعمل المنظار ده مره كل هقول لكم اهو مره كل 10 سنين، تمام؟ يعني عند 45 سنه اعمل المنظار ده مره كل 10 سنين، وان انت تتفادى حدوث اي مشكله. طيب ايه الفكره من منظار القولون ده؟ هما لما بيخشوا بالمنظار بيبصوا على القولون، على جدار القولون بتاعك من جوه، بيشوفوا هل في اي زوائد، هل في اي كلاكيع، هل في اي حاجه، بيشيلوا الزوائد دي ويبعتوها لدكتور الباثولوجي، تمام؟
دكتور الباثولوجي بيقول له والله الزائده دي او الكلكعه دي حميده ما فيهاش حاجه، او والله الكلكعه دي خبيثه، او في اغلب الحالات بتبقى كلكعه حميده، ولو اتشالت بتجنب العيان ان الكلكعه الحميده دي تتطور وتبقى خبيثه. يعني هي الفكره في كده، ان احيانا الكلاكيع اللي موجوده اوريدي ممكن تكبر في الحجم وتتحول تبقى كلكعه خبيثه، وهي اصلا في الاول كانت حميده. معنى كده ان احنا لو كنا شلناها من الاول كنا هنمنع حدوث الحكايه. وعشان كده كل الحاجات العالميه بتوصي ان اي ذكر او انثى فوق سن ال 45 سنه يعملوا منظار قولون كل 10 سنين لحد ما يبقى سنهم 75 سنه. طبعا في بدايل عن منظار القولون، زي مثلا تحليل براز، زي مثلا حاجه منظار قولون بس يعني اسهل شويه. بس الحاجات الاسهل دي هتضطر تعملها كل سنه، كل 3 سنين، كل 5 سنين، على حسب انت اخترت ايه. تمام. اخر حاجه بقى هنتكلم عليها هشاشة العظام. هشاشة العظام في السيدات بالذات المفروض حضرتك تعملي أشعة هشاشة عظام أو تتابعيها، خاصة لو سنك فوق ال 65، عشان لو لا قدر الله وقعتي أو حصل لك أي حاجة ما تتكسريش بسهولة، تبقي انتي محافظة على عظمك، ما يبقاش أي حاجة بسيطة تقومي مكسورة. بس كده. يبقى احنا عشان ايه؟ يبقى ده ملخص الفيديو. 18 نقيس الضغط، 20 نقيس الكوليسترول، 25 الفيروس بتاع عنق الرحم، 35 السكر، 45 عندنا حاجتين هنعملهم. لو انت ست هتعملي منظار القولون وهتعملي كشف الثدي، الاشعه بتاعت الثدي. لو انت راجل يبقى منظار القولون بس. وبعد كده ربنا يدينا ويديكم طول العمر، عند سن ال 65 هنعمل الاشعه عشان خاطر نشوف نسبه كثافه العظم قد ايه. بس كده. اي تحاليل تانية بقى، مع احترامي الشديد لكل الناس اللي بتكتب تحاليل التشيك اب ونكتب بقى وظائف كبد ووظائف كلى وبتاع، هي اغلب الوقت بتطلع سليمه، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه، بس احنا بنعمل تشيك اب. فده الطريقه المنظمه للتشيك اب اللي هي معتمده عالميا. حضرتك عايز تعمل تشيك اب بره، ده مفيش مشكله، انت تطمن وتنفع المعمل والدكتور يستنفع برضه وكل الناس تبقى سعيده وانت اطمنت على نفسك، مفيش مشكله. بس هل هي ليها فائده طبيه بتعمل فرق؟ يعني الفكره ان انا هعمل بقى وظائف كبد ووظائف كلى وتحاليل اورام وبتاع، هل التحاليل بس هي اللي بتقول ان البني ادم ده عيان؟ لا. لو حضرتك بتشتكي مثلا بوجع دائم في المعده، حضرتك بتشتكي دايما ان لونك مصفر، حضرتك بتشتكي ان انت خامله وعندك همدان وبتنامي كتير جدا وبتاكلي كتير جدا وبتتخني، ساعتها نعمل تشيك اب، نشوف هرمونات الغده، نشوف هرمونات الكبد، نطمن على كده، مفيش مشكله. انما ما بتشتكيش من حاجه ونعمل تشيك اب كده للاطمئنان، ده بصراحه مش صح. بس وبرضه ارجع اقول لك انت يعني انا مش معترضه، يعني اعملوا اللي تعملوه، المهم انكم تبقوا كويسين. فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. لو انت بتتفرج عليا يعني اصغر من 45، روح قول لباباك ومامتك يلا بينا على الدكتور نروح نعمل منظار القولون، عشان انتوا لو بتشتغلوا في الشغل بتاعي هتقولوا ربنا يعافينا. وبكميه القولونات اللي بتيجي يعني بيبقى قولون ربنا يعافينا، كان ممكن عادي القولون اللي فيه كلكعه وعامله انسداد معوي دي كانت ممكن تتشال قبل ما تجيلنا بالوضع ده. فلو انت حضرتك سنك اقل من 45 روح قول لباباك ومامتك يلا بينا نروح الدكتور نعمل المنظار ده. ولو على التكلفه فبرضه تكلفه ان احنا نعمل منظار هتبقى اقل بكتير من تكلفه ان بالفعل يبقى فيه سرطان ونعمل عمليه نستأصل القولون، وممكن ناخد اشعاعي وممكن ناخد كيماوي. وما بتكلم هنا بصوره بحته، انا مش بتكلم ان انت باباك ومش مهم الفلوس وتغور الفلوس ونصرف الفلوس، لا، ده انا بتكلم معاك بالورقه والقلم. نفس الكلام للثدي. فلو انت سنك زي ما بقول لك فوق تحت ال 45 روح قول لباباك ومامتك. لو انت بقى في السن اللي هو عشرينات اعمل الحاجات اللي بقول لك عليها دي، وسهله جدا ومتواجده وبسيطه خالص، بس صحتك تبقى كويسه. وبس اتمنى تكونوا استفدتوا واشوفكم الفيديو الجاي.